السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مهندس ادهم، والنهارده جاي نجيب لكم من الاخر في اهم الاوامر اللي هتحتاجوها في برنامج الاوتوكاد. وبرنامج الاوتوكاد ده هو اللي هنستخدمه علشان نعمل الرسومات والتصميمات بتاعه المنتجات اللي هتشوفوها معانا كلها ان شاء الله. في الحلقه بتاعه النهارده دي انا هجيب لكم كده الخلاصه بتاعه الاوامر اللي انتوا محتاجينها من البرنامج. خلينا متفقين ان برنامج الاوتوكاد مش هو البرنامج الوحيد اللي تقدر تعمل عليه التصميمات بتاعتك، لا، في برامج تانية كتير قوي ممكن تعمل عليها التصميم، من ضمنها الكورل درو وغيره. ولكن انا من الناس اللي بتفضل استخدام برنامج الاوتوكاد. ما نطولش بقى في المقدمه وندخل في المفيد على طول. عندنا اول حاجه كده ادي الايقونه بتاعت البرنامج، وابتدي ادخل عليها. انا هشتغل على اوتوكاد 2021، بياخد بس شويه وقت كده على ما يفتح، بس يعني ايه ما بيطولش حسب سرعه الجهاز عندك. بيبدا يفتح معايا الصفحه دي، بدخل على ستارت دروينج عشان ابدا اشتغل. دي كده الانترفيس بتاعت البرنامج بتاعي اللي انا هشتغل عليها ان شاء الله. اول حاجه كده لما ببدا في برنامج هعمل فيه تصميم، اول حاجه لازم ان انا احدد اليونتس اللي انا هشتغل بيها. بحددها ازاي؟ بدوس على حرف الايه اللي هنا ده، بيطلع لي ويندو فيها حاجات كتير قوي. ننزل بقى للي احنا عايزينه، هي دروينج يونتس. هاجي هنا والاقي اليونتس، هتفتح معايا الويندو بتاعت الدروينج يونتس دي يهمني فيها ايه؟ اولا البريسيشن او الدقه، اللي هو يعني كام رقم بعد العلامه العشريه بيظهر عندي. ممكن تختار اي حاجه على حسب الدقه اللي انت عايزها. هنا بختار اليونت اللي انا هرسم بيها. الديفولت ان هو بيكون على الانش، في الغالب ان انا بشتغل يا اما بالملي يا اما بالسنتي يا اما بالمتر، في الاغلب بقى بنشتغل بالمليمتر فبختار المليمتر. وكمان بتاكد هنا ان اليونتس بتاعتي مظبوطه على انترناشونال، النظام العالمي لليونتس مش النظام الامريكان، وبعدين بدوس اوكي. ادي كده الانترفيس وانا ظبطت اليونتس اللي انا هشتغل بيها. دلوقتي المساحه الكبيره دي لو جيت رسمت فيها ممكن الرسمه بتاعتي ما تظهرش، لان المساحه دي كبيره جدا. طب عشان احدد بقى واعمل زوم على الجزء اللي هرسم فيه او اللي الرسمه بتاعتي هتبقى ظاهره فيه، باجي في الجنب هنا وبدوس على زوم اكستنس. كده انا عملت زوم على الجزء اللي انا هرسم فيه بحيث الرسمه تكون واضحه، وابقى محدد المساحه اللي انا برسم فيها. انا بتحرك جوه الويندو دي ازاي؟ لو انا عايز اعمل زوم ان او زوم اوت على اي حاجه، بعمل ده عن طريق السكرول اللي في الماوس عادي جدا، بعمل زوم ان وبعمل زوم اوت. طب لو عايز اتحرك يمين وشمال وكده، بدوس على السكرول اللي في الماوس وببتدي ان انا اسحب يمين وشمال بالشكل ده. ندخل بقى على الرسم نفسه. انا عشان ارسم يا اما بستخدم شويه التولز الموجوده عندي فوق بالشكل ده، يا اما بستخدم الكوماند ويندو او المكان اللي بكتب فيه الاوامر، لان اي تول من اللي موجوده عندي فوق دي ممكن ان انا اكتب الاسم بتاعها في الكوماند ويندو تحت واستخدمها، يا اما بيبقى لها اختصار في البرنامج بكتبه برضو على طول، بيبقى حرف او حرفين وبستخدمه بشكل مباشر. نبدا واحده واحده كده مع بعض. واول امر انا هحتاجه هو اللاين. عشان ارسم خط يا اما بستخدمه من التول، بدوس لاين وبعدين باجي هنا واتك وابتدي ان انا اتحرك وارسم لاين في اي اتجاه وليكن كده، يا اما بكتب في الكوماند ويندو لاين بالشكل ده وبرضو بنفس الطريقه، يا اما بكتب الاختصار بتاعه في الكوماند ويندو وهو ال. تمام، وادوس انتر وبعدين برضو اقدر ارسم اللاين. دي 3 طرق ان انا اقدر ارسم بيهم اللاين. اللاينز كده مايله. لو انا عايز ارسم لاين افقي او راسي بعمل ايه؟ مبدئيا انا عشان ادلت دول بعمل عليهم سيلكت عادي، بدوس كده وبسحب عادي، يعني هي دوسه واحده وبعدين خلاص بسحب كده بالماوس من غير ما ابقى متك على حاجه، وبعدين ارجع ادوس تاني كده. هو عمل سيلكت على اي حاجه انا عايزها، وبعدين بعمل ايه؟ ادوس ديليت في الكيبورد خلاص. لو عايز ارسم لاين افقي او لاين راسي بعمل ايه؟ عندي تحت هنا حاجه اسمها الاورثو، بدوس عليها. دي بتخلي لي الخطوط راسيه او افقيه. مثلا هرسم لاين افقي يبقى بالشكل ده، هرسم لاين راسي بدوس كده بقى بالشكل ده. اللاين كده انا عرفت ازاي ارسم لاين، بس انا اللاين مش هرسمه كده وخلاص في اي رسمه، لا، لازم بيبقى له طول واحيانا بيبقى له زاويه، طول وزاويه. طب هعمل ده ازاي؟ هرسم مثلا لاين بطول، فادوس على لاين وهدوس هنا. انا كده مفعل وضع الاورثو زي ما انا، يعني هرسم افقي او هرسم راسي. انا هرسم افقي وهرسم لاين طوله 10 سم يعني 100 مللي. هو رسم لي لاين طوله 100 مللي. لو عايز اعمله بزاويه، يعني عايز اعمل لاين بزاويه 45 وطوله 100 مللي، عادي بدوس لاين واجي هنا برضو. تمام، بس هقفل بقى وضع الاورثو. اعمل الزاويه ازاي؟ بدوس في الكيبورد شيفت وحرف الواو
بيطلع لي العلامه دي، وبعدين بحط الزاويه اللي انا عايزها ولتكن زاويه 45 درجه وبدوس انتر. يبقى كده هو حدد لي الاتجاه، يعني هو هيترسم في اتجاه زاويه 45، بس انا مش محدد له طول، يعني هو اخره فين، فبالتالي بكتب له بعد كده الطول اللي انا عايزه. انا عايزه طوله كام؟ 10 سم، يبقى اقول له 100 مللي وادوس انتر. بكده هو رسم لي لاين بزاويه 45 درجه وطوله 100 مللي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل اللاين بكذا طريقه. تعال نروح لتاني حاجه وهي اسمها البولي لاين او الخط المنحني. برسمه يا اما من التول بتاعته، بدوس اول تكه بيطلع لي كل الاختيارات اللي موجوده، فانا عايز اعمل ارك، عايزه يكون شكل منحني، فبمنتهى البساطه بدوس الاختصار بتاعه اللي هو كاتبه لي اللي هو ايه، كده اقدر ارسم ارك شكل منحني. لو بصيت هلاقي الشكل بيبقى منحني معايا بالمنظر ده، واقدر اتحرك بقى بيه براحتي زي ما انا عايز، اهو 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 كده انا رسمته عن طريق التول. ممكن ارسمه عن طريق اختصار، باجي في الكوماند ويندو واقول له بي ال اللي هو بولي لاين وادوس انتر. الستارت بوينت بتاعتي ولتكن هنا، هيطلع لي نفس الاختيارات. انا عايزه يكون ارك اختصاره ايه وادوس انتر، وابدا ان انا ارسم الشكل المنحني بتاعي. يبقى انا اقدر استخدمه عن طريق التول وممكن عن طريق الكوماند ويندو. نخش على ثالث حاجه وهي الدايره. برسمها ازاي؟ بمنتهى البساطه اروح على التول بتاعتها سيركل وادوس. هيطلب مني دلوقتي يا اما ان انا احدد له الراديوس او نص القطر بتاع الدايره، او ان انا هرسمها بالديامتر بالقطر بتاعها. تعال نجرب. لو انا عايز ارسم دايره بنص القطر، قطرها 10 سم، يعني نص قطرها 5 سم، يعني 50 مللي. فانا دلوقتي هحدد له الراديوس 50 مللي وادوس انتر. كده رسم لي دايره نص قطرها 50 مللي. ممكن ارسمها بالقطر دايركت، يعني مش لازم بنص القطر. ممكن اقول له وادوس، وبعدين احدد ان انا هرسمها بالديامتر مش بالراديوس. الاختصار بتاع الديامتر دي، واقول له انتر. الديامتر بتاعها 100 مللي اللي هي 10 سم، فاقول له 100. رسم لي اهو الدايره بالديامتر. يبقى انا الدايره يا اما ارسمها بالراديوس يا اما ارسمها بالديامتر. وممكن ارسم عن طريق الكوماند ويندو. ممكن اكتب له سيركل وادوس انتر، واجي ادوس هنا برضو هيخيرني ترسم بالراديوس ولا بالديامتر. ممكن ارسم عن طريق الاختصار بتاع سيركل سي، فاقول له سي اللي هي سيركل، وبعدين افتح كده واشغل الدايره اهو. كده انا عرفت ازاي ارسم دايره. دلوقتي انا عايز اعمل لاين يكون مماس للدايره دي، بيمسها في نقطه. اعمل ده ازاي؟ بروح اختار لاين وادوس مثلا هنا، دي كده اول نقطه. النقطه الثانيه عايزها تكون مماس للدايره دي، بعمل الاختصار اسمه تان، اختصار لكلمه تانجنت اللي هو مماس، فبكتب تان وادوس انتر. يقول لك بقى ايه هيبقى، يعني هو مماس لمين للدايره دي. فين علامه التانجنت؟ ادي علامه التانجنت. عند علامه التانجنت وادوس بالماوس. خلاص كده انا عملت لاين تانجنت للدايره دي. تعالى برضو نقول حاجه في اللاين. انا مثلا هعمل لاين وهشغل الاورثو عشان يكون مثلا افقي، وبعدين ادي اللاين بتاعي بالشكل ده. اللاين ده لو انا عايز اطوله شويه عن كده، يعني عايز اعمل له اكستند كده او ستريتش كده في الاتجاه ده او في الاتجاه ده، بعمل ايه؟ باجي على الطرف بتاعه اللي هي الاند بوينت دي، لما اقف عليها بالماوس كده الاقي لونها بيحمر، بتك عليها وابتدي ان انا اسحب كده. انا مش دايس على حاجه خلاص، انا بس مجرد بسحب كده الماوس وبعدين ارجع اتك تاني. خلاص يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل ستريتش او ان انا اطول الايه اللاين. تعال نشوف دلوقتي الارك. الارك ده بيترسم بكذا طريقه. هرسم مثلا كده لاين وليكن طوله 6 سم اللي هي 60 مللي وادوس انتر. وهاجي فوق هنا مثلا، هاجي من عند النص بتاعه كده هنا وهرسم لاين تاني. اللاين ده هيكون 3 سم اللي هي 30 مللي. تمام، انا كده معايا 3 نقط. عايز ارسم بقى ما بين ال3 نقط دول ارك. يعني لو عملنا سيلكت كده على كل ده، عندي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، 3 نقط. عايز اعمل ما بينهم ارك، هعمله ب 3 بوينت اهو. ادي 3 بوينت، وبعدين ادي اول نقطه، ادي النقطه الثانيه، وادي النقطه الثالثه. وبكده انا رسمت الارك ب3 نقط. بعد كده عندي الريكتانجل. انا ممكن اعمل مستطيل بكذا طريقه. ممكن عن طريق شويه لاينز، يعني مثلا هعمل مستطيل 30 في 10 كده، مختار لاين، واهم حاجه الاورثو شغال، فهقول كده 30، طبعا 30 مللي في 10 مللي في 30 اهو، تاني في 10 هنا تاني، او ممكن اوصل كده على طول. كده انا عملت مستطيل. ممكن اعمل نفس المستطيل بطريقه تانيه اسهل. باجي هنا وبختار ريكتانجل، انا بدوس على اول ركن بالشكل ده اهو. دلوقتي انا عشان احدد الابعاد بتاعته، فهو بيقول لك انت الريكتانجل ده انت هترسمه ازاي؟ هترسمه عن طريق اريا او بدايمنشنز. انا مثلا هعمله بالدايمنشنز. فدايمنشنز هو مديك اختصارها دي اهي. اللينث بتاعه طوله كام؟ طوله 30. الويدث بتاعه العرض بتاعه 10.
كده رسم لك المستطيل، بس هو انت عايزه في انهي اتجاه، عايزه كده ولا كده، اي حاجه مش فارقه وعلى حسب اللي انت عايزه يعني. بتدوس بس كده خلاص. بعد كده مثلا من هنا هنلاقي عندنا حاجه تانية اسمها البوليجون. انا بعرفكم على التولز اللي انتوا هتحتاجوها في اي حاجه خلاص تعرف تتعامل معاها بكذا طريقه. تعال نشوف البوليجون. البوليجون او الشكل ممكن يبقى خماسي، ممكن يبقى سداسي، على حسب انت بتحدد. انا عايز ارسم شكل سداسي، هيكون طول الوتر بتاعه مثلا 80 مللي، فهعمل ايه؟ هرسم له دايره في الاول الديامتر بتاعها 80 مللي عليه بالشكل ده. دلوقتي هرسم بقى البوليجون بتاعي او الشكل بقى الخماسي او السداسي اهو. بدوس هنا وبختار بوليجون. اول حاجه يقول لك انت عايز عدد الاضلاع بتاعته قد ايه؟ انا عايزه 6 اضلاع، فاقول له 6. طيب حدد لي السنتر بتاع البوليجون ده، فاجي هنا في السنتر بتاع الدايره واختاره. هيقول لك بعد كده انت عايز البوليجون ده يكون مرسوم جوه الدايره ولا يكون محيط للدايره هو من بره، فعلى حسب انت عايزه ايه. هنجرب بره كده ومره كده. هنبدا اول حاجه ان هو يكون انسكرايبد، يعني هيكون جوه الدايره. تمام، لو قلنا انسكرايبد اختصارها اي، فادوس اي، يبقى كده هو هيكون جوه الدايره. انا بقى بختار وضعه يكون بالشكل ده او ان انا اعمل له روتيشن بالشكل ده، على حسب انا هختار النقطه دي هيبقى شكله كده، لو اخترت النقطه دي هيبقى شكله كده، وادوس هيبقى شكله بالمنظر ده. خلاص بمسح الدايره. تعال نجربه لو كان هو المحيط بالدايره. هعمل برضو دايره تانية اهي الدايمتر بتاعها 80 برضو، وهرسم البوليجون. بختاره من هنا. اول حاجه عايز كام ضلع؟ عايزه 6 اضلاع، بختار اكتب 6 وادوس انتر. وبعدين هيقول لي حدد لي السنتر بتاعه، هو نفس سنتر الدايره، فباجي هنا على سنتر الدايره وادوس عليه. انا عايزه محيط بالدايره، سيركمسكرايبد اختصارها، فتكتب سي وتدوس انتر. لو عملت كده هتلاقيه هو بيحيط بالدايره من بره. تمام، ولو دوست على النقطه دي هتلاقيه هو دلوقتي المحيط بالدايره من بره. دلوقتي عايزين نعمل اليبس. ده كده التول بتاعت الاليبس. برسم اليبس ازاي؟ مثلا هرسم لاين، اللاين ده وليكن طوله 100 مللي، وهاجي هنا من النص ارسم لاين تاني وليكن مثلا 30 مللي، وعايز ارسم اليبس. هاجي هنا على التول بتاعت الاليبس واختار اكسس واند، النقطه الاولانيه وادي النقطه الثانيه وبعدين اخر نقطه اهي. وبكده انا رسمت الاليبس بتاعي. بعد كده بدلت النقط اللي في والخطوط اللي في النص اللي انا استخدمتها، وبقى عندي شكل الاليبس. نيجي بقى لشويه التولز الموجوده في الجزء ده. اول حاجه عندي فيها هو موف، انك تنقل او تحرك حاجه من مكان لمكان. مثلا عايز انقل الاليبس ده من مكان، بعمل عليه سيلكت وبعدين اروح على التول بتاعت موف وبعدين ببتدي ان انا احركه، وبيخيرني ان انا احركه من انهي نقطه. ممكن احركه من السنتر بتاعه بالشكل ده، ممكن احركه واوديه في اي حته. بعد كده كوبي، وان انا اعمل كوبي او نسخ للشكل اللي عندي، وليكن برضو الاليبس ده هعمل عليه سيلكت واروح اختار كوبي من النقطه اللي فوق دي وابتدي ان انا انسخه واعمل نسخه كمان. ممكن اعمل له كوبي من النقطه اللي في النص السنتر بتاعه، اقول له كوبي برضو، ادوس على السنتر هنا ابتدي ان انا امسكه وانقله بالشكل ده، وهكذا. بعمل منه نسخ كتير قوي زي ما انا عايز. كده بعمل حاجه اسمها الروتيت، بقى الف الشكل بتاعي. يعني مثلا هاجي على المستطيل اللي انا كنت راسمه ده هعمل له روتيت، فبعمل عليه سيلكت واروح للتول بتاعت روتيت، وبعدين باجي هنا من الركن ده او من اي نقطه انا عايزها وابتدي الف حواليها كده، وببتدي ان انا الف زي ما انا عايز بالشكل اللي انا عايزه. ممكن لو شغلت الاورثو بالمنظر ده بالشكل ده بلف في حاجات محدده، يعني مثلا 90 180 270 وهكذا. لو انا عايز الف الشكل بزاويه محدده عادي بعمل عليه سيلكت برضو وبروح اختار روتيت وبختار البوينت اللي انا هلف حواليها الشكل، وليكن مثلا النقطه دي بدوس عليها. طيب هقفل الاورثو. هيقول لي بقى روتيت سبيسيفاي روتيشن انجل، حدد لي الزاويه اللي انت هتلف الشكل بتاعك بيها، وليكن بزاويه مثلا 45 درجه، فاقول له 45. هو كده لف لي 45 درجه. واي زاويه بقى انت عايز تلفها بتكتبها لي. بعد كده عندي حاجه اسمها ميرور، ان انا اعمل مرايه للشكل بتاعي. وليكن مثلا عايز اعمل ميرور للشكل ده بمنتهى البساطه. مثلا هاجي ارسم لاين، اشغل الاورثو وباجي كده برسم لاين باي طول اي حاجه، وبعدين بسلكت الشكل بتاعي اللي انا عايز اعمل له ميرور واروح اقول له من التول هنا ميرور. هيقول لي ايه؟ حدد لي الفيرست بوينت بتاعت الميرور من اللاين، ادي اول بوينت. لو عملت كده، لو انا مش مشغل الاورثو بص عليه بيعمل كده، لو انا مشغل الاورثو
هلاقيه دايركت بيقلب الناحيه دي. بس عشان اكد ان انا هعمل ميرور حوالين اللاين ده لازم اختار له ايه؟ السكند بوينت. ادي السكند بوينت، وبعدين بدوس انتر. خلاص يقول لي تمام كده، اقول له انتر. هو كده عمل لي ميرور، يعني عمل لي مرايه للشكل ده. بحتاج الموضوع ده كتير في الرسومات بتاعتي. لو في اشكال النص اليمين شبه النص الشمال فيها، بدل ما اقعد ارسمهم مرتين لا برسم نص واحد بس وبعمل ميرور وبيتعكس الناحيه الثانيه على طول. بيوفر معايا وقت ومجهود كبير جدا. عندنا حاجه اسمها سكيل، يعني ان انا اكبر او اصغر الشكل بتاعي. مثلا الدايره دي عايز اعمل لها سكيل، بعمل عليها سيلكت بالشكل ده، وبعدين بروح اقول له سكيل، تحدد لي النقطة اللي احنا هنبدأ نكبر او نصغر حواليها الشكل. مثلا هختار نقطة السنتر، وممكن ان انا اتحكم كده مانيوال، اكبر واصغر بايدي كده مانيوال، ولما يعجبني مقاس معين خلاص بدوس بالماوس ويبقى هو الدنيا تمام كده. او ان انا بحدد له ريفرنس تحت، بحدد له سكيل فاكتور، يعني انت عايز السكيل بتاعك هتكبر الضعف، هتكبر قد ايه؟ وليكن انا هكبر الدايرة دي الضعف، هقول له 2، يعني انا هكبرها الضعف وادوس انتر، هلاقي الدايره دي كبرت الضعف. الدايره دي لو انا عايز اصغرها للنص بعمل عليها سيلكت واروح اقول له برضو سكيل، واجي اختار النقطه اللي انا هعمل حواليها السكيل، فهختار نقطه السنتر. انا عايز اصغر دي للنص فهختار نص، فاكتب نص وادوس انتر، هلاقي الدايره دي صغرت للنص. وكذلك بقى اقدر اتحكم في اي شكل انا عايزه اكبره او اصغره عن طريق السكيل. نيجي بعد كده لحاجه اسمها التريم او القص. لو عندي حاجتين قاطعين بعض وانا عايز اقصهم، يعني مثلا انا هاجي على اللاين ده دلوقتي، هقفل بس الاورثو، وبعدين هبتدي ان انا اعمل ستريتش لللاين ده على نفس الاستقامه بتاعته واخليه يقطع اللاين ده بالشكل ده كده. دلوقتي بقى عندي خطين متقاطعين، انا عايز الخطين دول اشيل الزيادات اللي فيهم، كاني بقصقص الايه؟ الحروف الزياده اللي فيهم. بسلكت على الاتنين كده بالشكل ده، وبعدين بروح ادوس تريم، وبعدين بختار الاجزاء الزياده دي اقف عليها كده بالماوس واتك، وبكده انا قصيتها خلاص، وادوس اسكيب. كده انا عملت تريم. ممكن اعمل ده باختصار برضو، باجي اعمل عليهم سيلكت واجي في الكوماند ويندو واقول له تريم، اختصارها تي ار. التريم دي بحتاجها كتير، الاختصار بتاعها ايه؟ تي ار، ودي عشان في الفيديوهات بعد كده هتلاقوني بستخدمها على طول. وادوس انتر، وبرضو بروح للاطراف الزياده اللي انا عايز اقصها اقف عليها وادوس بالشكل ده كده، وادوس انتر او سكيب اي حاجه. هنيجي الامر تاني من الحاجات المهمه برضو اللي هنحتاجها في اشكال كتير، مثلا الاري، وتحديدا البولار اري. يعني مثلا خلينا نقول ان انا عندي دايره بالشكل ده، خليها الدايمتر والدايمتر بتاعها خليه 100 مللي. تمام، ادي الدايره. هرسم جواها دايره تانية اهو من السنتر بتاعها كده، ارسم دايره تانية بدايمتر 80 مللي. هاجي ارسم بقى ايه؟ دايره هنا عند النقطه دي، والدايره دي مثلا هتبقى الدايمتر بتاعها وليكن 10 مللي، هتبقى بالمنظر ده. الدايره دي عايز اعمل منها نسخ كتير على الشكل ده. بمنتهى البساطه بعمل ايه؟ بروح اقول له بولار اري. طيب بيقول لي سيلكت الاوبجكت، ايه الحاجه اللي انت عايز تعمل منها اري؟ اختار الدايره دي، دوس انتر. اقول لك سبيسيفاي سنتر بوينت، يعني انت عايز تعمل الاري بتاعتك دي حوالين انهي نقطه هي السنتر بتاع الدايره. تيجي تشوف بقى هنا انت عايز كام دايره، فهو محدد لك الديفولت بيقول لك 6 دوائر. الرقم ده ممكن تغيره زي ما انت عايز، ممكن تخليهم 8 وتدوس كده زادوا، وهكذا. هنخليهم مثلا 12 دايره. خلصت تقول له كلوز اري. كده انت قدرت تعمل تكرار للدوائر دي. طبعا لما اجي اسلكت على اي حاجه في دول بالمنظر ده كده، كلهم بيتعمل عليهم سيلكت. لو دوست على واحده فيهم بص هتلاقيهم كلهم بينوروا مع بعض، لان دول بيبقى معمول لهم حاجه كده مع بعض زي ما بنسميها كانهم بلوك، يعني حاجه واحده. طب انا عشان افصل كل دايره من دي اخليها لوحدها، ما اخليهاش مربوطه مع بقيه الدوائر ما ينوروش مع بعض، بعمل امر اسمه اكسبلود. تمام، بعمل سيلكت على الشكل كله كده واروح اقول له ايه؟ اكسبلود. بكتبها بقى في الكوماند ويندو اكسبلود وادوس انتر. خلاص الاقي كده كل دايره بقت لوحدها. نفس الكلام بقى لو احنا عملنا امر اكسبلود، نروح نجربه على حاجه تانية. لو رحنا للبوليجون اللي احنا رسمناه، لو جيت عملت سيلكت على اي ضلع فيه هلاقي ان هو بيتعمل عليه سيلكت كله مع بعضه، بينور كله سوا. طب لو انا عايز اشتغل على ضلع لوحده، يعني عايز اتحكم في ضلع لوحده، هعمل برضو اكسبلود. باجي اعمل سيلكت على الشكل بتاعي واروح اكتب في الكوماند ويندو اكسبلود وادوس انتر. ساعتها الاقي نفسي ايه؟ بقدر ان انا اسلكت كل
لاين لوحده. تعال نشوف عندنا امر الفيلت. الفيلت ده اللي هو انا عايز اعمل دوران ما بين خطين. يعني مثلا انا عايز اعمل منتج ما يكونش الحرف بتاعه مدبب، ممكن يعور حد، عايز اخلي فيه دوران. بمعنى ايه؟ تعالى نعمل ايه 2 لاينز كده. تمام، ادي 1 2. نفترض ان ده الحرف بتاع منتج، ده بيبقى حرف مدبب ممكن يعور حد، فعشان أأمن الحرف ده بعمل فيلت يعني دوران. تمام، فهعمل فيلت ادي اول لاين، وبعدين بحدد له الراديوس او نص القطر بتاع الفيلت، فاقول له الراديوس اختصاره ار، دوس ار. انا هخليه 5 مللي فاقول له 5. ادي الاوبجكت التاني، لو دوست كده خلاص رسم لي الدوران، يبقى ده كده الفيلت. عندنا بقى الاوفست، والاوفست ده من الحاجات المهمه قوي واللي انا بستخدمها كتير. الاوفست ان انا بعمل موازي لاي حاجه. يعني مثلا انا عندي لاين بالشكل ده اهو، اللاين ده عايز اعمل له موازيات يعني اوفستس، وبقى الكلمه دي هستخدمها كتير والتول دي هستخدمها كتير قوي. وفي الغالب التول دي ما بستخدمهاش او دايما ما بستخدمهاش من التول هنا، هتلاقوني بستخدمها من الكوماند ويندو. هي لها اختصار، بتدوس او وانتر كده انت حددت انك هتعمل اوفست، وهتلاقوني بستخدمها كده كتير. فبيقول لك حدد لي الديستانس، انت هتعمل موازي على بعد قد ايه. طب مثلا هتقول له هعمل موازي على بعد 20 مللي يعني 2 سم، فاقول له اهو 20 وبعدين بسلكت عليه وبعدين اطلع اختار كده، او ان انا اختار العكس، مفيش اي مشكله. لما تخلص الموازيات بتاعتك كلها دوس انتر، شكرا انت خلصت الموازيات او الاوفستس بتاعتك كلها. يبقى ده كده امر الاوفست. خلاص يبقى احنا خلصنا شويه التولز دول. بعد كده عندي الدايمنشن. الدايمنشن ده مجرد ان انا بجيب بالقياس او الطول بتاع اي حاجه، ودي بستخدمها لنفسي، انا بعرف بس بعمل تشيك يعني على الطول بتاع لاين معين مثلا او حاجه. مثلا اهو هقول دايمنشن مثلا اهو، ادي دايمنشن بمنتهى البساطه بالشكل ده. بروح بس اعمل زوم كده عشان اشوف ايه القياس. ممكن استخدم حاجه تانية، ممكن بستخدم شويه الحاجات اللي هنا. يعني ممكن اعمل نفس اللي عملته ده عن طريق مثلا اختار اللينير يعني هختار مثلا لاين ستريت شبه ده، يعني اجي هنا بس ده بختاره بقى بنقطتين، يعني مش بدوس على اللاين نفسه، لا بدوس على نقطه البدايه ونقطه النهايه. ادي نقطه بدايه ونقطه نهايه، بدوس عليهم بيجيب لي قياس. في منه القياس على المايل الشكل ده. عشان استخدم القياس على المايل لازم ان انا بقفل الأرث وبعدين اجي للنقطة التانية كده اهو. عندي الانجولار ده ان انا بقيس زاوية، يعني اقدر اقيس الزاوية مثلا ما بين اللاين ده واللاين ده، هلاقيها كام؟ 90. ممكن اقيس الزاوية ما بين التو لاينز دول اهو، ما بين ده وده هلاقيها كام؟ 120. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقيس الزاوية. الراديوس عايز تقيس مثلا نص القطر بتاع الدايرة دي، بمنتهى البساطة تدوس على الدايرة بس نفسها كده يطلع لك الراديوس بتاعها. دي طالع الراديوس بتاعها كام؟ 40 مللي. الاصفار اللي بعد العلامة دي كلها هي دي بقى البريسيجن او الدقة اللي انا كنت بقول عليها في الاول واحنا بنشوف اليونتس. لو عايز اقيس الديامتر او القطر بعمل ايه؟ بختار اللي هو ديامتر ده وباجي على الدايرة برضه بدوس على الدايرة نفسها وبعدين بشوف القياس بتاعها، تطلع الدايمتر بتاع الفاي ده رمز الدايمتر، ار ده رمز الراديوس، يبقى انا بقيس راديوس. لو استخدمت الدايمنشن ده ان انا اقيس اي دايمنشن في دول عادي، ممكن اقيس هنا مثلا this دايمنشن، لو جيت على الدايره هنا ودوست عليها كده هيطلع لي ايه؟ الدايمتر بتاعها. عندنا حاجه مهمه جدا احنا محتاجين نعملها، ازاي تعمل حاجه اسمها بلوك، عشان دي هتحتاجها كتير في الرسومات قدام، انك تعمل بلوك وده بتقسم بيه لاين لاجزاء متساويه. هعمل بلوك شكله كده لذيذ قوي. هاجي هنا اقول له مثلا عايز اعمل ريكتانجل وبعدين اختار حاجه كده ايه في الاخر انا هعمله مانيوال من غير دايمنشنز بعيني كده بس وليكن بالمنظر ده، وبعدين اختار هنا لاين وارسم لاين من هنا لهنا واعمله بشكل كده ايه حرف اكس كده اهو. شايف اللي جوه ده هعمل عليه سيلكت بس لوحده، وبعدين اروح اكتب في الكوماند ويندو اكتب له بلوك عشان احول ده البلوك. هيطلع لي الويندو دي، ده البلوك ديفينيشن، هتعرف لي البلوك اللي انت بتعمله. مبدئيا هتسميه اي حاجه، تمام، سميه باي حرف، هسميه جي مثلا. وبعدين البيز بوينت او البيك بوينت دي النقطه اللي انا هبتدي ان انا امسك البلوك بتاعي منها او هحرك البلوك بتاعي منها، هي دي نقطه تحريك البلوك او دي نقطه التعريف للبلوك بتاعي. فهختار البيك بوينت ادوس عليه، هيقول لي حدد لي انت عايز انهي نقطه هنا تبقى هي البيك بوينت. فانا هختار نقطه التقاطع عشان هو اكس، فهختار نقطه التقاطع هتبقى النقطه دي، تمام. تروح تقول له اوكي.
لو انا دوست على ده هلاقيه بقى حاجه واحده لانه بقى بلوك. تعال ناخد منه كده كوبي. خلاص دلوقتي الحاجات دي كلها احنا بنعرف نعملها. اخد لكل ده كده كوبي. لو انا عايز افك البلوك ده هعمل ايه؟ اجي اعمل عليه كده سيلكت، تمام، وبعدين اروح اكتب في الكوماند ويندو اكسبلود وادوس انتر. هلاقي ان هو كده كسر البلوك ده وفكه لتو لاينز مستقلين. انا عملت بلوك اقدر ان انا استفيد منه دلوقتي، هعمل بيه تقسيم للاين لمسافات متساويه. يعني مثلا هعمل لاين، شغل الاورثو، واللاين ده مثلا هيبقى طوله 1000 مللي. اللاين ده عايز اقسمه لمسافات متساويه. هحتاج الموضوع ده في الرسومات بتاعتي بعد كده في التصميم. بعمل ده عن طريق امر اسمه ديفايد في الكوماند ويندو. بكتب له ديفايد او بستخدم اختصار DIV، ده اختصار ديفايد، واقول له انتر. اروح اسلكت اللاين بتاعي. فانا هقسم ببلوك، اقول له بي اختصار بلوك، تمام. تقول لي طب البلوك اللي انت عايز تقسم بيه اللاين ده اسمه ايه؟ انا مسميه جي اهو. بكتب جي وادوس انتر. فيقول لي انت عايز تقسم اللاين ده بالبلوك اسمه جي؟ ايوه. بقول له انتر. طب حدد لي عدد السيجمنتس او عدد القطع المتساويه، عايزها كام واحده؟ فاقول له مثلا عايز ده 4 قطع متساويه وادوس انتر. بكده هو قسم لي اللاين ده ل4 قطع متساويه. كده تقريبا انا وضحت كده كل التولز اللي انت هتحتاجها في البرنامج بكذا طريقه. الموضوع سهل وبسيط جدا. انا بعد ما بخلص بقى الرسم بتاعي كله، في بس حاجه مهمه المفروض تعملها. انا هعمل لاين بالشكل ده، وهاجي راسم فوق منه كمان لاين بالشكل ده، وهاجي راسم فوق منه كمان لاين. لا بس ده ما ترسمش فوقيه بالظبط، ارسم كمان لاين هنا كده. رسم حوالي 4 لاينز فوق بعض. لما اجي بقى بصدر الفايل ده في الاخر اديه لمكنه الليزر، مكنه الليزر بتقرا 4 خطوط فوق بعض. المكنه بقى بتقرا كل لاين من دول بتمشي عليه مره، فلاقي المكنه بتمشي مثلا 3-4 مرات على حاجات هي عباره عن لاين واحد. الموضوع ده بيزود في الوقت بتاع القطع على مكنه الليزر، وطبعا انت بتتحاسب في القطع على مكنه الليزر بالدقيقه. فطبعا انت كل ما الوقت زاد كل ما عدد الدقائق زادت، فكل ما تكلفه القطع عليك زادت. انت بتحاول بقى تقلل تكلفه القطع دي، بتحاول تعمل الرسم بتاعك كده يكون كله قريب قوي من بعضه. لو في لاينز ممكن تبقى مشتركه فتوفر عليك في القطع، يعني تخلي المكنه تعدي مره واحده تقطع لك حاجتين مع بعض في نفس الوقت، فما يبقاش في عندك خطوط دوبليكيتد. بعد ما بخلص الرسم بتاعي كده كله باجي اعمل سيلكت على الرسمه كلها، بس انا طبعا هعمل هنا على الكيس المبسطه بتاعتي دي. وبعدين بروح اعمل امر اسمه اوفر كيل، يعني بتطير كل الدوبليكيتد لاينز اللي هي الخطوط المرسومه فوق بعض عشان المكنه ما تقراهاش مرتين. وادوس انتر هيطلع لي الويندو دي، يقول لي ديليت دوبليكيت اوبجكتس. اوكي. فبيطلع لي في الاخر هنا ان في 4 فاوند، لا 4 خطوط فوق بعض، 0 دوبليكيت و3 اوفرلابنج. بكده نقدر نقول ان احنا شرحنا كل التولز اللي احنا هنستخدمها. كده المفروض انا خلصت الرسم بتاعي، انا عملت المشروع بتاعي، ودلوقتي عايز ان انا احفظ المشروع بتاعي. اعمل له سيف. بعمل له سيف ازاي؟ مبدئيا يا اما من هنا بقول له سيف او سيف از، او بعمل سيف من العلامه بتاعه السيف اللي هنا، فبدوس عليها. هسيف مثلا على الديسكتوب وهي باسم دروينج 1، بسميها اي حاجه، بغير اسمها زي ما انا عايز من هنا. وهنا بختار الصيغه بتاعه الحفظ. انا بسيف مبدئيا الفايل بتاعي في الاول بتاع المشروع بالصيغه الاساسيه اللي انا بقدر اعدل عليها بعد كده في DWG، واروح اقول له سيف. يبقى انا كده سيفت المشروع بتاعي، بس مش دي الصيغه بتاعه الملف اللي انا بديها لمكنه الليزر، فهروح اعمل سيف از. هسيف على الديسكتوب. المره دي هختار الصيغه اللي مكنه الليزر بتقبلها عشان تقدر ان هي تقطع الملف. اغير بقى صيغه الحفظ بتاعتي وهخليها DXF اوتوكاد 2018. يبقى دي كده صيغه الحفظ بتاع الملف بتاعي. تمام. اهم حاجه ان DXF لان مكنه الليزر ما بتقراش DWG. تمام. بعد ما بخلص بروح اقول له سيف. اخد بالي بس من ملحوظه ان لازم يكون اسم الفايل بتاع DXF اللي انا هديه لمكنه الليزر يكون بالانجليزي، ما يكونش مكتوب عربي، والا برنامج مكنه الليزر ما بيقراهوش وبيطلع في الاخر فايل كده لونه ابيض ما فيهوش اي حاجه ومش هتلاقي الرسم بتاعك. بعد ما سميت خلاص وحددت الصيغه بتاعتي ان هي DXF، بتروح تدوس سيف بس، وبكده بتروح تاخد الفايل بتاعك ده تحطه على فلاشة او هارد او اي حاجة، وبتروح
للورشه اللي عندها مكنه الليزر، بتديهم الفلاشه وعليها الفايل بتاعك بصيغه الدي اكس اف زي ما اتفقنا، وهم بياخدوا بقى الفايل ده بينقلوه عندهم وبيشغلوه ببرنامج تشغيل بقى بتاع مكنه الليزر، وده بيحدد لك بقى وقت القطع، المكنه هتاخد وقت قد ايه، وهو بيحدد منه بقى الباور بتاع المكنه وسرعه القطع والكلام ده كله بناء على الماتيريال اللي انت هتقطع عليها، لو كان خشب لو كان جلد. بيحدد لك كمان وقت القطع ممكن ياخد قد ايه مثلا على المكنه وقت قطع، عشان تبتدي انك تشوف استيميتد كوست بتاعتك هتبقى تقريبا قد ايه، يعني تقريبا كده التكلفه هتبقى قد ايه بناء على سعر مثلا دقيقه القطع. وبس كده، ده الموضوع كله من البدايه للنهايه، من اول ما فتحنا البرنامج وتعرفنا على الانترفيس وتظبيط اليونتس بتاعت الرسم وتظبيط مساحه الرسم، وتعرفنا على التولز كمان اللي احنا بنستخدمها، وكمان وصلنا في الاخر ان احنا عرفنا ازاي نعمل سيف للمشروع بتاعنا، وعرفنا الصيغ اللي نحفظ بيها المشروع، وعرفنا الصيغه اللي بتقبلها مكنه الليزر وهي صيغه الدي اكس اف، وعرفنا كمان ازاي ان احنا الفايل بنقدر نوديه لورشه فيها مكنه ليزر وهم بيعملوا ايه بعد كده، وبياخدوا الملف مننا بيعملوا بيه ايه، وايه الستبس اللي بتتم. بس كده، تابعونا دايما فيه هنجيب لك من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. كان معاكم مهندس ادهم، شكرا ليكم، سلام عليكم.